المفروض العروس بجهازها يحطوا لها اهلها سلاح. اول ما بيمرض بيعطس بيقرب او سيره شو تعدت على اللي معه. ألف مرة قلنا لك بتفتح البراد بإيدك، لا لازم تعمل جمباز، تفتح البراد برجلك، تقوم توقع تكسر ورك. تكسر ورك ناقص تكمل معك وتعمل كانسر. وصلني فيديو لازم أوقف عنده، حضرته عدة مرات. هلا ذكرت الممثلة السورية كندا حنا عم تمزح. طبعا رح اعلق على هالموضوع، انا نادرا ما اعلق لانه قررت اني الحق الجيل قبل ما يفتكروا انه عم تحكي صح. ثاني شيء مسيحية، البنت عاملة كوميديا سوداء بحياتها لحالها، طلعت مع مذيع سألها عن زواجها، فعم تحكي عن زوجها. طبعا الناس بالتعليقات افتكروا عم تحكي عن كلب، عن قرد، عن شيء هي مربيته. يعني آخر شيء للناس استوعبت إنه هذا الكلام كله عن زوجها أبو أولادها. بعد ما خلصنا نحن من التجربة الأولى اللي هي الجلطة الدماغية، صار عندنا كسر ورك. هاي ذبحتني، يعني هاي ما بصير تصير، هاي كانت استهتار. زوجها عمل جلطة، هو عمل، بتعرفوا الجلطة بالعادة مو انه بتصيب الانسان، لا هو بيعمل، بيقرر، بيكون عنده خيار مثلا يعمل فول، يعمل بامية، يعمل شيء، هو بيعمل جلطة. ما صدقت طلعت من هالتجربة اللي اسمها جلطة لإله هذا المرض اللي صابه، شو بيعمل؟ بيكسر ورك. بداية انه لقمتي، يعني بداية اسوتي، انه لا ما فيك تكون لهالدرجة مستهتر. يعني قلنا لك ألف مرة لا تمشي على الحبل تبع الغسيل، مثل ما عم تفهم عربي. ألف مرة قلنا لك بتفتح البراد بإيدك، لا لازم تعمل جمباز، تفتح البراد برجلك، تقوم توقع تكسر ورك. تكسر ورك ما بحق لك، ما بحق لك. ومع هيك مشينا فيها. كانت قاسية لأنه أنت كنت عندك بلان تعيش بطريقة وشيء بيجي هيك فجأة بتدور الدنيا، بتصير أنت بمكان بحس إنه ليه لا عيشهم بلان؟ مو بلان، بلان. عندها بلان بدها تعيشه بحياتها، ليه تكسر لها تنزع لها بلانها؟ يعني هي مقررة مثلا متزوجة واحد بدها تقعد تنط هي وياه. ليش الوحدة ليش بتتجوز فينا؟ ليش بتتجوز؟ شو الهدف من الزواج غير انها ترقص وتنط؟ كسرت ورك، شو بتقعد تعمل هلا بالبلان تبعها؟ شو فيها تعمل؟ نزعت لها كل شيء مخططات لحياتها. تطلع على الطيارة بدها واحد تنط معه على الأرض. ما أنت هلا شو؟ كيف بدها تقابل مجتمعها فيك؟ واحد عنده عمل جلطة وبعد ما عمل جلطة كسر ورك، شو ناقص تعمل كانسر؟ كيف تسترجي تمرض؟ ما بعرف، نسألها لكيندا الكفالة اللي جاية معه كان مكتوب فيها انه ممكن يتعرض لأمراض او شيء. راجعي الكفالة، راجعيها شو فيها، بركي لطشوكي فيه. نحن اتفقنا معه، قلنا له يا ناجي تتجوزها لهالبنت، انت مخرج حلو بتشغلها، مدير انتاج عندك شركة انتاج حلو، هذا الامر بيساعدها لانه هي فنانة صاعدة، بدها مين ينطوت معها. تكسر ورك. بعدها وصلت لمرحلة لما أي حدا مريض أو أي شخص بحياتنا بنساعده مرتين 3 4 10 يتعود. حكم. اي حدا بتشوفوه مرضان تعبان بتمدوا له ايد المساعده مره 2 3 بيتعود. لكن فكركم ليش كسر ورك؟ تعود، دللته كثير، دللته وقت الجلطه كانت تجيب له المي لعنده، تلاقي الاكل عنده، قال لها اوكي وانا بورجيكي رح اكسر ورك. الدلال غلط. المرأة تدلل زوجها غلط. ليكوا شو بيعمل؟ ليكوا اخرته كيف بتكون؟ بيكسر ورك وهي خلاص تعبت. قد ايه بدها تضلها تساعده كم مره؟ فالعاده ترجعوا لورا. فقررت فجأة انه لا، ما عاد ساعدك. اذا ضليت عم ساعدك رح تمرضني. بدك تمرضها للبنت. من وين بتلاقي برنسس بالمجتمع السوري هيك؟ من وين فيك تلاقي وحده لما بتحكي نص حكي عم تفتف فيه ما بتفهمه لانه من الانوثه، شده الانوثه، فبدك تمرضني. كيف بدك تمرضها؟ يعني انت بتكسر ورك، بتعمل جلطه وبتضلك يلا بتمرض بتمرض بتمرض. نحن اخذناك مخرج قد الدنيا، قلبت فجاه بالفرشه كاسر ورك، بدك تمرض البنت؟ وين الاخلاق؟ وما رح توقف على رجلك. وما رح توقف على رجليك. فلقيت طريقه بنت الاصول
لأنه هذا مكسور الورك، ممكن يخلع حنك بالأيام، ممكن مثلا يفقد عين، يفقد رجل بحادث مثلا، ما بصير تصير. فلقيت طريقة فعالة جدا. أخذت قرار اسحب ايدي انا وما حد حتى كتريا وكريستينا وفارس غيري يساعدوه بشوية تفاصيل صغيرة، وطلب منه انه هو يكون مسؤول من نفسه وبقوة، يعني بقساوة، يعني مو تبع انه مزح قصة، لا ما بنمزح، نحن شكلين ما بنحكي مزح، ما بنمزح. فطلبت من الثلاثه اللي عندها، اللي ما فهمت نص اساميهم الا فارس الاخير لانه تتكيد عند يمينينا. فالمهم قالت لهم لاولاده للرجال انه ليكوا صحيح هذا ابوكم، ولكن ما بتساعدوه بشيء، تفاصيل بسيطه. يعني عطس مشان ما يلوث لنا الفرشه، اوكي ودوا له محرمه. اما عطشان لا، يزحف، يحمل وركه المكسور، يقوم يزحف، يقعد يمرضنا انا واولادي، يقعد يعتمد علينا ونحن يلا قاعدين عم نجيب له المي لعنده، الاكل لعنده. لا، بدنا نحط حد كعائله، ما بيمشي الحال. انا زعلت كثير وهي عم تحكي على شغله. انا زوجها بعرفه، مقابلته مره من حوالي 20 سنه. زوجها من ارقى الناس اللي ممكن تشوفوهم بحياتكم. يعني حدا ما بيشبه الوسط الفني بالمناسبة. يعني معروف عنه ناجي طعمة انه انسان جدا نظيف وجدا اخلاقي، عينه نظيفة، وطريقة تعامله عم تتعامل مع حدا بتحس يعني من غير المجتمع قد ما انه راقي. ما بعرف اذا رقيه وصلها لهون انه تاخذ هالحكي تحكي عنه بهي الطريقة. وما بعرف ليش طلعت لي بالوقت اللي أنا من أسبوعين عاملة حلقة عن الحياة الزوجية، يصيران جسدا واحدا. كيندا هالبنت ما أنا مرقة على الكتاب المقدس أبدا، ما أنا قريته، لا بتعرف معنى يصيران جسدا واحدا. أحب قريبك كنفسك، بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم. يعني عملتي حساب مثلا بالايام تنكسري تنعطبي، ما بشر الا اذا مفتكره حالك 3/4 اله مثلا، ما بصير يصير معك هذه الامور، بينزعلك البلان المخطط تبع الالوهيه تبعك. طب اذا صابك كانسر مثلا، انت شو عم تربي الاولاد يعملوا؟ اكرم اباك وامك تبع الولد. لا شو اكرم اباك هو مريض، ما تجيبوا له شيء، اتركوه بده يمرضنا هذا. فأنت بتعرفي شو رح يعملوا فيكي أولادك بس تنكسري؟ أنا جدا مستغربة وين وصلنا. زواج المقدس تبعكم المفروض طبعا هذا مو مقدس، يعني لأنه في كثير ناس بيقول لك مسيحي. لا، المسيحي هو اللي بيطبق تعاليم الكتاب المقدس. المسيحي مو اللي ولد وبصدره صليب ومن عائلة مسيحية. زوجي لما حضر الفيديو قلت له تعال شو تعال شو إذا مرضت لك شو بيصير. بعيد الشر عن قلبه. اللي ليه بجهازها ما طلعوا معها فرد؟ المفروض العروس بجهازها يحطوا لها اهلها سلاح، اول ما بيمرض بيعطس بيقرب اوصيله شو تعدت على اللي معه. في شيء بنعمله كبنت مسيحيه، يعني أسمى ما بتوصل له البنت انه ينقال عنها قول الكتاب المقدس امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. فاضلة يعني أخلاق عالية، يعني رحمة، يعني محبة، يعني بتجتهد. يعني إذا هو انكسر أنا ظهره اللي سانده بالحياة، مثل ما أنه أنا إذا انكسرت هو شايلني وساترني وساندني. بصلي أنه الشعب المسيحي والزيجات المسيحية تكون أرقى وأنظف وأكرم من هيك. وهلا بيفهموا اولاد كنيسه الرب وبنات كنيسه الرب ليه على طول بشدد وبقول لكم الكتاب حذرنا انك تاخذ امراه اجنبيه. امراه اجنبيه ما بتعني انها تكون فقط اللي بتحكي غير لغه، لا، انها تكون من برات كنيستك، من برات ايمانك. يعني لو بتعرف الكتاب المقدس كيندا ما تعاملت مع زوجها كانه كلب عندها وفجاه مرض ومحتاره شو تعمل فيه، كيف بدها تكمل عمرها بالحياه. مهم كتير عند الزواج شاب أو بنت تختار الطرف الآخر اللي يكون كمسيحي، مسيحي حقيقي وابن للرب وبنت للرب. المسيحية أعطاها المسيح للمرأة كرامة، مو على كيفه بيقدر يطلقها مثل ما بده، مو على كيفه بيقدر يهينها. كل شيء بيملكه بالحياة نصه لإلها بالميراث تبعك لأنه هي شاركته هالمسيرة من الحياة. ففي كرامة محفوظة جعلها قطعة من جسده. وللأسف إنه إذا ما أنا مسيحية حقيقية رح تتمتع بالحرية والكرامة اللي منحها لها المسيح كونها امرأة مسيحية، ولكن رح تستعملها بهالطريقة اللي تفني فيها حالها بالدرجة الأولى، لأنه هي ما سوية حتى نفسيا، حالها وزوجها وولادها وعائلتها ويمكن أجيال لقدام، لأنها ما استحقت كرامة المسيح الموضوع عليها.